ننتقل بعد ذلك إلى مداخلة التالية للأستاذ الدكتور خلدون ضياء الدين الذي جاءنا من سويسرا، من المشاركين الذين جاءوا من مكان بعيد. نشكره على قبول دعوته الدعوة وعلى إجابة الدعوة. الدكتور خلدون ضياء الدين سوري المولد والنشأة، سويسري الإقامة والعمل. الأستاذ الكريم له أعمال علمية في مجالات متنوعة، درس في كلية إدارة الأعمال والقانون، ويشتغل في مجالات متعددة في شركات دولية في مجال الاتصالات والبنوك والاستثمارات والتأمين. زار وعمل في قرابة 100 دولة حول العالم، وله نشاطات متعددة، إنشاء مؤسسات خيرية، فيشتغل أيضا في المجال الخيري، نسأل الله أن يتقبل منه. وهو نائب رئيس فيدرالية الاتحادات الإسلامية في سويسرا التي تشرف على أكثر من 20 و200 مسجد في سويسرا، مسجدا ومركزا إسلاميا. ألف مجموعة من فصول كتب نشرت باللغات التالية: الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية والعربية، في مجالات مختلفة كتاريخ العلوم، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، طرق التعليم. فنشكر الأستاذ الكريم على قبول الدعوة وعلى حضوره معنا. وموضوع مداخلته هو المفاهيم الحضارية في العلوم الإسلامية، تحديدها ووظائفها. فمرحبا به وله الكلمة مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 15 دقيقة. يجب أن نلتزم بالوقت السويسري، فلذلك سأختصر أولا وأشكر المعهد وأشكر القائمين على هذه الندوة، وكذلك إنه شرف كبير لي أن أكون في جامعة القرويين، إحدى أقدم جامعات العالم إن لم تكن أقدمها، وأن أكون في المغرب في هذا البلد الطيب الكريم. وأنا يعني أستحي أن أقف بين القامات العلمية التي أمامنا، وأنا الطالب العلم المتطفل على ذلك، ولكن أقول متوكلا على الله سبحانه وتعالى: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا. حافزي في هذا الموضوع الحقيقة هو مكانة العلوم في الحضارة الإسلامية، التي هي مكانة راقية وهي وجه مشرق لهذه الحضارة، ودور العلوم في حاضرنا المعاصر وأهمية هذه العلوم بشكل عام. وهنا كيف يعني أتساءل كيف تساهمت العلوم الإسلامية في تقدم الحضارة الإسلامية؟ هل كانت العلوم الإسلامية قصة فضول أم أنها قصة منفعة؟ هل ارتبطت هذه العلوم بقيمة معينة لتحقيق وظائف حضارية معينة بحيث تكون مميزة؟ اهتمام خاص كوني مديرا علميا لمتحف حضارات الإسلام في سويسرا، وهو متحف أنا أنشأته منذ عملنا فيه لمدة أكثر من 20 سنة. والحقيقة أنه وقع الهوى في قلبي في تاريخ العلوم عند المسلمين في أول مؤتمر لتاريخ العلوم عند العرب في عام 1976 الذي جرى في حلب، وكنت وقتها طالبا في الجامعة وشاركت في المؤتمر، فوقع الهوى في قلبي، وأن كان يعني حياتي اتجهت في اتجاه آخر. ثم كان الحافز أيضا هو دعوة الأخ الكريم الدكتور إدريس ناقش الجابري باسم معهد محمد السادس لإلقاء هذه الكلمة، فأنا يعني أشكر له ذلك. وطبعا جامعة القرويين هذه فرصة تاريخية. ما هي أسئلة البحث التي خطرت في بالي بعد توجيه الدعوة الكريمة؟ أولا، ما هي مفاهيم الحضارة الإسلامية؟ يعني الحضارة الإسلامية قائمة على مجموعة من المفاهيم، بينت هذه المفاهيم في الورقة. ما هي القيم في العلوم الإسلامية؟ ما هي الوظائف الحضارية؟ يعني كيف نعرف الوظائف الحضارية، وماذا هي الوظائف الحضارية التي يجب أن تحققها العلوم بقيمها التي نتفق عليها؟ ثم في النهاية، وأنا رجل يعني
أنا آتي من الناحية العملية أكثر من الناحية الفكرية. كيف حققت قيم العلوم الإسلامية بعض الوظائف الحضارية، وأضرب على ذلك بعض الأمثلة. مخطط البحث في لازم الزر الصحيح. مخطط البحث أيوة تماما هو مدخل الحضارة، مفهوم الحضارة الإسلامية، قيم الحضارة الإسلامية، العلم وماهيته، تحديد وظيفة العلوم وصفاتها في الحضارة، الوظائف الحضارية بشكل عام، ثم الوظائف الحضارية طبعا في الحضارة الإسلامية، قياس المنجزات الحضارية، كيف نقيس هذه المنجزات الحضارية، ثم العلاقة بين المفاهيم والقيم وصفات العلوم، وفي النهاية الوظائف الحضارية التي تحققت عبر مفاهيم وقيم. وهنا آتي ببعض النماذج. طريقة البحث أنا أسهلها عليكم ربما بهذا الشكل، أن هناك القيم الحضارية، قيم الحضارة وأبعادها، الضوابط، ثم نجمع إلى ذلك العلم بصفاته ووظائفه، وفي النهاية سنصل إلى قياس المنجزات. ومع قياس المنجزات سيكون هناك المنتجات التي نتكلم عنها، وأضرب على ذلك 3 أمثلة أعتقد أنها هي تمثل وظائف اجتماعية، وظائف حضارية تحققت عن طريق العلوم الإسلامية، وميزت الحضارة الإسلامية عن كل الحضارات الأخرى، وهي النهج العلمي واتباع النهج العلمي وإيجاد النهج العلمي الصحيح الذي يستخدم حتى اليوم. ثم لدينا طبعا اللغة الموحدة في العلوم ونقل العلوم، والمنظومة العلمية التي نشأت، وسآتي على شرح ذلك باختصار. المدخل إلى الحضارة، طبعا تعريف الحضارة أتى في الورقة، تعريف الحضارة، وأقول هنا باختصار: الحضارة هي إنجازات الإنسان فردا أو مجموعة عبر الزمن، سواء كانت إنجازات مادية أو فكرية متراكمة، وتتحدد بالمكان الذي احتواها، وشهد الصراع بين الإنسان والطبيعة المحيطة به، وتكون مشبعة بالقيم التي تعارف عليها الناس في المكان والزمان الخاصين بتلك الحضارة. وتشير المفاهيم الحضارية إلى الاعتقادات والقيم والمعايير التي تشكل هوية وخصائص حضارة ما، فيسهل تعريفها وبيان إرثها الثقافي. في هذا الموضوع المهم جدا أن نعتبر التقدم في العلم والمعرفة هو أساس لكل حضارة، وكلما زاد علم الإنسان ومعرفته زاد وازدهر البناء الحضاري. يراد بالقيم الحضارية الإسلامية، طبعا التعريف تعريف مجمل، ولكن المراد بالقيم الحضارية الإسلامية القيم متعلقة بالحضارة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالبناء الحضاري الإسلامي، متمثلة في التقدم العقلي الفكري والمادي والروحي معا. وهذا هو الفرق عن الحضارات الأخرى، أنه ليس هناك الناحية المادية، ليس هناك اكتفاء بالناحية المادية فقط. في القيم تكون متضمنة الحقيقة في الثقافة، والثقافة هي جزء من الحضارة، يعني هذه هي التركيبة الموجودة، وشرحنا ذلك في الورقة. نأتي إلى موضوع المفاهيم وقيم الحضارة الإسلامية، فهنا ركزنا على مجموعة منها، وهي أن التوحيد مع تفاصيلها التي ذكرها رحمة الله عليه الفاروقي، سواء كانت الثنائية أو الإدراكية أو الغائية أو القدرة الإنسانية أو المسؤولية والحساب. ثم هناك يعني مفهوم الاستخلاف، والاستخلاف نتكلم عنه كمسؤولية، ونتكلم عنه عن الإيمان، ونتكلم عنه العمران، هذه كلها يعني متعلقة بموضوع الاستخلاف. ثم هناك مفاهيم متعلقة بالحرية والمساواة وقبول الاختلاف، المفاهيم متعلقة بالعمل والعمل بأبعاده المختلفة، يعني سواء كانت الاقتصادية، سواء كانت الاجتماعية، سواء كانت الروحية والمطلوبة. ثم القوة، لدينا مفهوم الأمن والسلام والرحمة، وهذه أمور مرتبطة في بعضها. العمل الصالح والإتقان والجمال في العمل. الوسطية والشهادة على الناس، هذه أيضا من المفاهيم الأساسية. ثم هناك عندنا شيء مهم جدا وذكر البارحة أيضا في موضوع التوازن بين الواقعية والمثالية، الثبات والمرونة، الدين والدنيا. هذه مفاهيم أساسية في الحضارة الإسلامية، لم تكن للحضارة الإسلامية أن تصل إلى ما وصلت إليه دون احترام هذه المفاهيم.
من آثار هذه الأمور أضرب مثال واحد هنا على موضوع التوحيد. فهناك من آثار التوحيد تحفيز الفعل الحضاري سواء بالعلم والعقل وتحقيق المصلحة. هناك أيضا موضوع الخصائص البنيوية في الحضارة، وهي موقف متوازن من الإنسان، وهذا أيضا نقيض ما نراه في حضارات أخرى التي إما ركزت على ناحية روحية بحتة أو ناحية مادية بحتة. ثم هناك تحقيق المراد الإلهي من خلق الإنسان وهو العبادة. يعني كل ما نقول عنه أنه حضارة وما نتج عن هذه الحضارة إنما هو مبعثه العبادة، والعبادة بالمعنى ليس بمعنى الصلاة والصيام والزكاة فقط، وإنما هي بمعنى أنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقوم مشروع الاستخلافي كما ذكرت على الإيمان والعمران. الأبعاد الحضارية الإسلامية أيضا هنا ذكرت عدة في البحث عدة أمور اعتمدت فيها من ضمن ما اعتمدت عليه على ما ذكره الدكتور إبراهيم الديب في ذلك أن هناك بوصلة، هناك حدود جغرافية، هناك حدود زمنية، هناك حدود دينية، نظرة للآخر عبر الدعوة إلى الإخاء الإنساني، الغاية المتمثلة في إنتاج المواطن والمجتمع العالمي، آلية العمل في طريقة البناء الممنهج التراكمي المتدرج. ذكر البارحة في عدة أوراق موضوع التراكم، موضوع المنهج والتدرج. وأخيرا طبعا مسار العمل لهذه القيم، وهو كل ما يلزم لبناء الإنسان، وهو أيضا جزء من فهم الاستخلاف. نأتي إلى موضوع الحضارة الإنسانية بعمومها. أرى ذلك من منظور أن الحضارة الإنسانية عبارة عن سلسلة، يعني أصورها فيزيائيا على شكل سلسلة، وكل حضارة هي عبارة عن حلقة في هذه السلسلة، ولا يمكن أن تكون السلسلة إلا ناقلة لما سبق، تضيف أشياء ولها دورها ثم تنتقل ذلك إلى الحلقة الأخرى. يعني لدينا هناك تسلسل، وهذا مفهوم التراكمي مثلا، وذكر ذلك أيضا في إحدى الأوراق البارحة. والحضارة الإسلامية لها دور، وهي حلقة مهمة من هذه الحلقات، وسنبين أهمية هذه الحلقة. طبعا قد تكون بعض الحلقات أكبر من غيرها، أو أكثر قوة، أو أكثر مكان، أهم مكانة حسب موقعها من السلسلة. دخلنا في الأوراق أيضا في تعريف العلم من بعض الزوايا، وخاصة مثلا تعلقه بموضوع الاستخلاف، الأصول المعرفية، بموضوع ضرورة حقيقة الوعي الكلي بحقيقة الوجود بشكل شامل. وهنا نقول عن فهم الذات وفهم الكون، والكون بمعناه الواسع الشامل. وضرورة في موضوع العلم من ناحية المفاهيم والقيم الإسلامية نقل العلم، وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، وليس فقط نقل من إلى، لا، أيضا من إلى في السابق. وهذه مفهوم السلسلة التي أريها هنا. الحضارات السابقة نقلت العلوم إلى الحضارة الإسلامية، والحضارة الإسلامية تعاملت معها، ثم انتقل ذلك إلى حضارات أخرى. وأقصد بالعلوم هنا الإسلامية، يعني البارحة جرى نقاش حول العلوم الإسلامية، أين حدود العلوم الإسلامية. أنا أفهم العلوم الإسلامية من منظور بأن العلوم الإسلامية تغطي العلوم الدينية والدنيوية ما دامت تؤدي مقاصد الشرع وتنضبط بالقيم الإسلامية لمنفعة الأمة والبشرية. بل إن بعض العلوم الدنيوية واجبة اليوم، حتى إن بعضها يرقى على الأقل إلى فرض الكفاية. تحديد وظيفة العلوم وصفاتها في الحضارة. العلم مفتاح الأساسي، يقدم القواعد الأساسية لتطور الحضارات. تماما، شكرا، تماما، إن شاء الله نكون على الوقت. يسمح لحضارة ما أن تفهم العالم وتتعامل معه. يقدم منظومة منهجية لتقييم الحقائق ثم لمقاربة ذلك وحل المشاكل. هذه بحد ذاتها هي منهجية. وإثبات النظريات وتمحيصها، وتقديم المعلومات والحقائق العلمية التي تساعد، وهذا في النهاية ما نريده في مجتمع، على اتخاذ القرارات ووضع السياسات سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي. بالنسبة للعلوم الإسلامية فهم الكون بأبعاده الغيبية والمادية والروحية مع بعد أخلاقي تعبدي طبعا.
صفات العلوم يعني أجملتها هنا في هذا الشكل، بأن هذه صفات العلوم التي يجب أن تكون متوفرة، والحقيقة تنطبق على ما دعا إليه علماء المسلمين وما طبقوه في عملهم، سواء من ناحية العلمية، من دمج العلم والدين، الشمولية والتكامل، عالمية المعايير إلى آخره. الوظائف الحضارية، انتقلنا في الجزء الآخر إلى الوظائف الحضارية، وقدمنا لائحة بالوظائف الحضارية التي هي مطلوبة من كل الحضارات بشكل عام، وخصصنا الوظائف الحضارية من منطلق الإسلامي الديني، على أساس أن هناك بعد آخر غير البعد المادي البحت المفروض. ثم انتقلت الورقة إلى طريقة قياس المنجزات الحضارية، يعني كيف نقيس المنجزات الحضارية؟ هل نقيسها اقتصاديا؟ هل نقيسها اجتماعيا؟ هل نقيسها سياسيا؟ هل هي بالغزو والفتوحات والامبراطوريات؟ هل هي هذه الأمور، حتى نستطيع أن نقول ماذا حققت العلوم وقيم العلوم من وظائف حضارية. فأيضا أجملنا هذه بمجموعة من القياسات الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية، احترام البيئة، العدالة الاجتماعية، درجة الاندماج العالمي، الحوكمة والأخلاقيات والقوانين المعمول بها وتطبيقها. وهناك قياسات أخرى من مثل علاقة الناس بالدين، يعني هناك نرى ذلك في أيامنا هذا. أعرض في آخر دقيقتين عندي لنماذج تحقيق الوظائف الحضارية عبر العلوم الإسلامية. علوم العلماء المسلمين على مختلف مشاربهم واهتماماتهم كانوا يستندون فيما يذهبون إليه إلى مبادئ الدين في القرآن والسنة، وصاغوا مناهجهم البحثية بناء على ذلك. وهنا ألخص ذلك إذا سمحتم لي، يعني سأقف على قدمي وأعرض صوتي، أعتقد يصل إلى الجميع. أولا هذا الهرم المنظومة العلمية في منظومة العلوم التي أنشأها المسلمون، تعتمد على المفاهيم والقيم والدافع والإطار المحدد. ثم بناء على ذلك هناك تأثير يقع على أمرين اثنين. أولا على عامة الناس والقادة، هناك تأثير لهذه المفاهيم، هؤلاء الناس سيفهمون هذه المفاهيم. وهناك طبقة ثانية من الناس هم العلماء وطلبة العلم، هؤلاء سيفهمون أيضا نفس المفاهيم والقيم والدوافع والإطار المحدد. بناء عليه سينتج أشياء متعددة. أولا العلماء، عامة الناس والقادة والخلفاء ورجال التجار الأغنياء إلى آخره، سيقومون بإنشاء مؤسسات داعمة لنشاطات دراسية وبحثية وتطبيقية، يعني نظام الوقف، إنشاء الجامعات، المساجد، المدارس، المكتبات، المراصد، المستشفيات. كل هذه الأمور أنشئت كانت تحتاج إلى التمويل، تحتاج إلى إنتاج، فأنشئت هذه من قبل ناس يحبون العلم ولكن ليسوا علماء وليس لهم مجال العمل في هذا الاختصاص. ولكن العلماء وطلبة العلم هم أنتجوا أولا موضوع مهم جدا في الحضارة الإسلامية، وفي ورقة البحث أظهرت ما يعني الوظائف الحضارية التي تتحقق من ذلك، وهي أن اللغة العربية، وهذه ميزة الحضارة الإسلامية، أنها جمعت العلوم من كافة اللغات، من السنسكريتية إلى الهندية إلى الفارسية إلى الرومانية إلى اليونانية، جمعتها كلها في لغة واحدة العربية. فأصبح العلم اللغة اللينغوا فرانكا كما نسميها اليوم هي اللغة العربية، لغة العلم، كما هي اليوم الإنجليزية مثلا. وبالتالي أصبح سهل على العالم أن يعرف كل العلوم التي سبقت، وأصبح سهل نقل هذه العلوم إلى اللغات الثانية، لأن أصبحت بؤرة مركزة. ثم الأمر الآخر أن هناك منهجية علمية أنشئت، وهو المنهج التجريبي، ولنا في ذلك وذكرنا في الورقة بعض الدلائل على ذلك وأقوال بعض العلماء في هذا الموضوع. أخيرا هذا الكلام أنتج منتجات حضارية، جزء منها العلوم الإسلامية بنوعيها الدينية والدنيوية، يعني نفس المناهج طبقت في العلوم الدنيوية والعلوم الدينية، ومنها أن هناك شبكات من العلماء التي نشأت. لو تنظروا في كتب مثلا مثل طبقات الأطباء، فهذا يريك أنه من كان مع من. طبعا نفس الشيء في علوم السنة، نفس الشيء حتى في الأدب، طبقات الشعراء إلى آخره. فإذا هنا في شبكات نشأت في هذا
أمر وكان من نتاج هذه الحضارة. كان هناك أيضا تعامل بين العلماء، يعني في العالم في مكان مع عالم آخر يجري تجربة واحدة. اليوم هذا شيء نتبعه يوميا بوسائل الاتصالات، أمر سهل، لكن في ذاك الوقت أن البيروني مع الجرجاني في سوريا وهو في فارس ويقومان بتجربة واحدة مع بعضهما، فهذا أمر مهم جدا. موسوعية العالم والبعد الواسع سواء كان في العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، وهذا أنشأ أيضا نوع من الاندماج. فهذا كله نتيجة يعني أدى إلى وظائف حضارية للمنتج الحضاري بمفاهيم وقيم العلوم الإسلامية، وهذه هي الميزة. طبعا السؤال الأخير الذي ننهي فيه هو أنه ما هي أسباب عدم الاستمرارية في هذا الموضوع والانحطاط الذي حصل في بعض يعني عصور المسلمين المتأخرة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا ولإخواننا دور في إعادة وضع هذا الأمر في مكانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للملاحظات، وأعتقد أن البحث يحتاج إلى ملاحظات وإلى إنضاج، وهذا هو ديدن العمل العلمي. بالنسبة لمداخلة الدكتور عبد الله البريدي مشكورا، المعادلة لم يقصد منها معادلة رياضية، يعني على الرغم من أنا مهندس وأحب الرياضيات، ولكن لم يقصد بها معادلة رياضية كمية، وإنما هي عبارة عن إضافة شيء إلى شيء ماذا يحصل. يعني نحن إذا أضفنا القيم الحضارية إلى القيم العلمية ماذا يمكن أن يكون وكيف يمكن أن نقيس ذلك. فهي ليست بمعنى الكمية في إيجاد كمية معينة. وإن كان طبعا ملاحظتك في القسم الثاني من الملاحظة يعني تحتاج إلى تفكير، أنه إذا ضربنا شيء في صفر ماذا يحصل. وهذا استدعاني الآن يعني أن نفكر فيها بسرعة، أنه طبعا إذا افتقدنا القيمة ولم يكن هناك قيم بمعنى الصفر الرياضي، فلن نكون هناك عندنا منجزات ولن يكون عندنا إمكانية قياس، لأنه النتيجة صفر. فهي استدعتني أنه للتفكير، نعم يعني وإن كان المقصود منها ليس هو مقصود رياضي. بالنسبة للعلوم الإسلامية وتعريفها أعتقد مجال واسع للنقاش. زاوية النظر التي أخذتها أنا في الورقة هي إطار الحضارة، والحضارة تضم كل شيء الديني والدنيوي، على الأقل مفهومنا الإسلامي. نحن لن نحجر أنفسنا على علم معين، لا، الحضارة تقوم بكل العلوم وليس بعلم واحد. من هذا المنطلق أنا اعتبرت أن العلوم الإسلامية هي كل ما ينفع هذه الحضارة، سواء كانت في الروحي، في المادي، في الفكري. هذا كله اعتبره علوم إسلامية. من ناحية الفيلولوجي، من ناحية التعريف والتوصيف، نعم لابد أن يكون هناك تحديد للعلوم وتصنيف العلوم، وهذا يدخل في باب تصنيف العلوم، أنه أي علوم تقع في أي مجال وفي أي اختصاص، بحيث يكون التركيز في النهاية على الوصول إلى نتيجة معينة. الفكرة الأخيرة التي ذكرتها حضرتك بخصوص العلوم الإنسانية والسطحية أعود أربطها في الورقة التي قدمتها. الورقة التي قدمتها قلت أن إحدى منجزات الحضارة الإسلامية أو العلوم الإسلامية بالمعنى العريض أن هناك شبكات كانت تقوم بالعمل، وهذا هو ديدن العمل اليوم في العالم، العمل العلمي، أن يكون هناك مؤسسات وترابط بين المؤسسات وبرامج علمية. يعني إذا ضربت مثال، بما أنه أنا آتي من أوروبا، هناك برامج على مستوى أوروبا كلها بالاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي للقيام بمشاريع مشتركة للوصول إلى شيء. لماذا؟ أولا لعجز الميزانيات، هذا شيء. اثنين لإغناء المادة الفكرية، لأن العلماء ليسوا كلهم في فرنسا وليس كلهم في ألمانيا وليس كلهم في بريطانيا، فلا بد من تضافر هذه الجهود للوصول إلى العمق اللي حضرتك يعني تتفضل به. وعلماءنا المسلمين فعلوا ذلك. يعني الآن ذكرنا في آخر مداخلة حينما رد علماء الحديث على علماء الحديث،
هذا الموضوع موضوع يعني أصبح في زخم على مستوى مؤسساتي وليس فقط مستوى شخصي وفردي. شكرا.